وشوفوا معنا هذا الفيديو ونديروا تعقيب وتبعوا لآخر الفيديو تخرجوا بمعلومات قيمة إن شاء الله. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. L'année 2025, je pense qu'on a joué 9 finales. Et on a joué déjà la Coupe d'Afrique U17. On a gagné. On a joué la finale Coupe d'Afrique U20. On a perdu contre l'Afrique du Sud. On a joué la finale Coupe d'Afrique féminine. On a perdu contre le Nigeria, 3-2. On a gagné le CHAN. On a gagné la Coupe arabe. On a gagné la Coupe du monde U20. On a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 9 finales qu'on a jouées au niveau des équipes nationales en 2025. Et à part 2 qu'on a perdu, on a gagné tout le reste. الله يبارك الله يبارك بسم الله ما شاء الله. 9 نهائيات في سنة ما يقولها غير لسنة. أبو صبع اللي راك من ضرار 9 نهائيات في سنة. هذا إن دل على شيء يدل بلي كاين هناك استراتيجية عمل، هناك خارطة تاريخ، ماشي هكذاك جات بالعدس، لا جات بالخدمة والصرامة والاستراتيجية. واللي من لا يعلم الخجع هو رئيس الجامعة الملكية. هذه إرادة دولة من عند السلطات العليا في البلاد في المغرب، من عند الملك محمد السادس ربي يشفيه، هو اللي عاطي الخجع خريطة التاريخ. قالوا يا هنا انت هو رئيس الجامعة الملكية، هاك خريطة التاريخ، اتكل على ربي راني موراك. شفت كي تكون في بلاد إرادة سياسية باش ينهضوا بالرياضة اون جينيرال بالكرة القدم اون بارتيكولي، شوف النتائج كيش تجي. النتائج تولي عبارة عن تحصيل حاصل. كان يقول لك كرة القدم أصبحت أكبر حزب سياسي، كرة القدم أصبحت القوة الناعمة السوفت باور. قطر كما شافتش كرة القدم تقضي بها أغراض سياسية ما تنظمش كأس العالم عندها وتصرف 200 مليار دولار. فهمت بوصبع اللي راه مشرق ماك الحسد. كرة القدم أصبحت الآن عبارة عن أكبر حزب سياسي تحقق لك أهداف سياسية اللي أشطر الدبلوماسيين اللي عندك ما يحققوهم لكش. بصح لازم تكون عندك استراتيجية عمل، ماشي كيما حنا جاب كاس افريقيا خلوه يخدم. واحد الصحافي خرج علينا يخدم في الجزيرة هذاك ماجد بوطمين، قال لهم كاس افريقيا يعادل 5 اخفاقات. معليش هو خفق 3 خطرات خليوه يزيد يخفق 2 خطرات ومن بعد طردوه. الرجاله دومي فينال وليد الركراكي، دومي فينال كاس العالم. عباك شو دومي فينال كاس العالم يعادل 5 كؤوس افريقيا متتاليه من الجانب المادي. كاس افريقيا كي تربحها يعطيوك 5 مليون دولار، دومي فينال كوب دو موند يعطيوك 25 مليون دولار. انت راك مريض ولا عقلك؟ وصل نهائي كاس افريقيا الروندمون تاعو نقص، قالوا له تفضل خونا بارك الله فيك. ما كان ولا مغربي راه يحن اليه، بالعكس يحترموه كذا. صاي لما عطاوها الاستاذ التدريب وهبي. انت راك جبت كاس العالم في الفئات اقل من 20 سنه في لي جينيور، هيا هاك لي سينيور، راك اثبت الكفاءه ديالك. تفضل ما كاينش سوسيال. علاش نجحوا؟ تفضل 9 نهائيات. هذا يهضر لك غير على المنتخبات الوطنيه، ما هضرلكش على الانديه، الرويداد، الرجاء، الجيش الملكي، نهضه بركان، ما هضرش على هذا، هضر لك غير على المنتخبات الوطنيه. شفت كي تكون عندك اداره قويه واستراتيجيه واراده سياسيه من عند الدوله، من عند هرم السلطه، ها هي النتيجه تصبح تحصيل حاصل. يقول لك وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، وراء كل مدرب ناجح اداره قويه. هذه ديرها مليح في بالك. في المستوى العالي في كرة القدم لابد انه يكون التسيير افضل من التدريب. ولكن عندك غوارديولا وعندك مسيرين ما عندهمش منهجية وماشي واقفين وما عندهمش خارطة التاريخ، ما راحش ينجح. غوارديولا نجح في مانشستر سيتي باسكو الاماراتيين موقفين على كل صغيرة وكبيرة. هكذا المنتخبات الوطنية المغربية نجحت لانه فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية ما تارك ولا شيء بالصدفة، واقف على كل صغيرة وكبيرة ويطبق تعليمات الملك المغربي محمد السادس ربي يشفيه، يطبق في تعليماته بحذافيرها. شفت الناس كيش نجحت. كان يقول لي هذا الجيل تاع المغرب افضل جيل. المغرب من زمان كانت كسبه الاجيال. نعطيكم واحد الجيل نشفى وانايا اكثر جيل ظلم من طرف الاداره، ما كانش كاينه اداره في المغرب هذاك الوقت انذاك. اما هذا الجيل كان يحقق 2 كؤوس افريقيه، جيل يوسف
يوسف شيبو والنيبت وخرجه وهذاك اللي كان حاكم لي كادي واسمه شيبه ولا هذا الجيل كان من افضل الاجيال في المغرب، ما كانت عندهم اداره. هذاك الجيل تاع شيبو وخرجه وكان عندهم القجع كيما دوكا، كانوا يدوا دو كوب دافريك هذوك الجيلان. عاش يقول لك التسيير لازم يكون افضل من التدريب، لازم تكون عندك اداره قويه. ان الرجاله خدمت، رجاله ما جابتش مدرب جاب كاس افريقيا قاعدين شادين في كاس افريقيا وخلاوه يبدل في رؤساء الاتحاديه ويديروا له بخاطره، قال لك خليه معليش يخفق. رجاله والو. انا عطيت لكم مثال بوالد الركراكي، ما جاتش بالزهر 9 نهائيات في المنتخبات الوطنيه في سنه واحده، سي با دوني ا تو الموند. برافو برافو برافو، تحصيل حاصل. هذه كي تكون اراده سياسيه ورجال تاع ثقه يوقفوا على هذيك الاراده السياسيه، هاي كيش تجي النتائج تجي تحصيل حاصل. الاحترافيه باتم معنى الكلمه. حكيمي الاحترافيه اللي يخليها في البي اس جي يسيبها كي يجي عند المنتخب المغربي. ابراهيم دياس كذلك، والوهبي الى هذه الساعه راه وصل لنفس الانجاز تاع والد الركراكي. والد الركراكي تعادل بمباراه وربح حق الى 4 مباريات باش وصل للنصف النهائي، خاطر والد الركراكي كانوا 32 منتخب الان راهم 48، تما راهم في عدد المباريات نفس. وان شاء الله اليوم يفوزوا ويروحوا للنصف النهائي. انا المغرب حتى كي تلفت كاس العالم ما تجينيش بيزار، والله ما ندعش، باسكو على بالي باللي هذا عامل تاع سنوات. الناس على بالها باللي كره قدم اليوم في وقتنا الراهن اصبحت امر مهم، ما لا استثمروا في كره القدم. هذا الفيديو كان شويه طويل، ان شاء الله تتفاعلوا معنا فيه وتخلوا لنا تعليقاتكم، اراءكم تهمنا، واراكم في فيديو قادم ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.